السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بصحة وسلامة وسعادة يا رب دايما. اتمنى قبل ما نبدأ الفيديو ممكن نعمل سبسكرايب ونعمل كومنت ونعمل لايك، وشكرا جدا ليكم. دي مراجعة فيلم الشاطر. فيلم الشاطر من اخراج احمد الجندي. من وجهة نظري احمد الجندي هو احسن مخرج كوميدي موجود في مصر حاليا، هو ومعتز التوني. معتز التوني اصلا ليه ظهور شرفي في الفيلم وكان ظهور كويس. يعني لما تشوف فيلم من اخراج احمد الجندي انت بتتوقع فيلم حلو، وده اللي احنا لقيناه بالفعل. الفيلم هنا من بطولة أمير كرارة، مصطفى غريب، وهنا الزاهد، وأحمد عصام السيد. الشاطر بيتكلم عن الشاطر اللي هو مؤدي المشاهد الخطرة، الستانت يعني في الأفلام، وبنعرف عنه إن هو بيتعصب بسرعة جدا، ومن أقل حاجة لو حد مثلا غلط فيه أو غلط في شغله أو الحاجة اللي هو بيعملها. وعنده أخوه اللي هو أحمد عصام السيد اللي مهتم بالسوشيال ميديا واللي بيعمل فيديوهات وكده وبيحب يفيرال، وبقى بيسافر بلاد كتير عشان خاطر يجيب مشاهدات. ففي وسط رحلة من رحلاته كان طالع لايف من قدام بار مشهور وكبير في تركيا، ومعروف ان البار للناس الخطرة. يعني في وسط اللايف بيتم ان في حد من السكيورتي بيشد معاه واللايف بيقف، واللي بنعرفه بعد كده ان هو اتخطف. فالشاطر اللي هو امير كرارة راح تركيا عشان خاطر يلحق اخوه. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل هيلحق اخوه؟ هل ايه اللي هيحصل في الفيلم؟ هي دي قصة الفيلم، ممكن نقول مثلا من غير حلق وباختصار. يعني بتكلم عن الفيلم هنا، انا مش هتكلم خالص عن جزئية ان مصر دلوقتي عايشة في حقبة افلام الاكشن كوميدي، ان كل الافلام اللي بتنزل اكشن كوميدي وبقالها فترة طويلة جدا احنا عايشين على النوعية ديت من الافلام. الغي النقطة ديت خالص عشان خاطر ممكن اقول ان هو المتاح او هو اللي بيتكتب، فخلاص هنعمل ايه؟ ده اللي في ايدينا. حتى الفيلم الاخير اللي انا بتكلم عنه اللي هو فيلم احمد واحمد برضو اكشن كوميدي وبيتصنف تحت التصنيف وكان الفيلم عاجبني جدا. وفي وجهة نظري ان الفيلمين فيهم تشابهات كتير جدا، واكيد هنجيلها في حتة من واحنا بنتكلم في الفيديو هنا. لكن اني واحد احسن برضه هنقول قدام اني واحد احسن لو في مقارنه هتحصل. يعني فيلم الشاطر هنا قدم شيء مختلف عن فيلم احمد واحد. فيلم الشاطر من اول ثانيه وهو عمال يرمي افيهات في وشك. هل في افيه جه فيك؟ ما اعتقدش. في النص الاولاني تقريبا الافيهات كانت مجرد ضحك، اللي هو بالكلام، نكت، عمال بقول نكت، ما عدا اول مشهد خالص اللي كان فيه مشهد بالعربيه وكده، ده كان كويس وكان فيه نكت وكان فيه ضحك حلو. بس بعد كده الفيلم لحد النص الاولاني تقريبا منه كان كله عباره عن نكت بس، في منها ضحك وفي منها ما ضحكش، و90% منها كانت طالعه من مصطفى غريب اللي هو فعلا كان شايل الكوميديا على كتافه هنا. مصطفى غريب هنا قدم لنا اقرب حاجه ممكن نقول لمسلسل اشغال شقه ده. يعني مش في الكاركترين مختلفين تماما عن بعض، بس بتكلم في الكوميديا ونوعيه الكوميديا بتاعت مصطفى غريب اللي هو بيحب يعملها واللي بيعرف يعملها واللي هو شاطر فيها جدا كمان. ممكن تكون ما ضحكتش في كل الاوقات ومش شرط اللي هي تضحك في كل الاوقات، بس كان في حاجات بتضحك فعلا. علاقته مع امه، مع صاحبات امه، وان هو شخصيه ليها في الجمعيات وفي الفلوس وفي حته اللت بتاعتهم ديت كانت باينه طول الفيلم، وفعلا قدمت كوميديا كويسه. لكن الكوميديا اللي كانت طالعه مثلا من امير كرارة ما كانتش قد كده، وحتى في النص التاني من الفيلم اللي الكوميديا فيه كانت فعاله اكتر، وكانت كوميديا يعني كوميديا موقف اكتر من ان هي كوميديا بس مجرد كلام او افيهات بتترمي او نكت بتتقال. كان في كوميديا موقف كتير في الجزء التاني. لكن برضو كنا هنيجي عند حته امير كرارة شويه ضحكني في حاجات، بس في حاجات تانية لا. وهنا الزاهد بصراحه يعني ما ضحكتنيش قوي. الكيميا بتاعتهم حلوه هما الاتنين مع بعض. قدمت هي انا بشوف هنا الزاهد بتقدم انعكاس للنكته اكتر، احسن بكتير من ان هي تقول النكته بنفسها، فكانت كويسه في الحته دي. وكمان الحاجات اللي عجبتني في الفيلم طريقه تقديم كل شخصيه، بان انت وقفت عند الشخصيه وبتبدا تقول لي تاريخها وعمل ايه. والصياعه هنا مش هو بس مجرد قال لك تاريخها وخلاص، مش قال لك بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ده وراك كمان. فدي كانت نقطة اكسترا. انا احب اشوف الشخص عمل ايه، وهو ورهوني في بريف صغير الشخصية دي بدايتها ازاي ووصلت هنا ازاي واسمه ايه وهنتوقع منه ايه هيحصل بعد كده. حاسس ان هي اختلت شوية في الجزء بتاع تميم يونس
شويه صغيرين عشان خاطر التصرف اللي حصل من تيمور يوسف في الفيلم ما كانش مبرر قوي ليا، بس تمام. في وسط الفيلم وانت عمال بتكتب بيقع قدامك شويه عقبات انت ممكن ما تعرفش تخرج منها بسلاسه، فبتضطر تحط شويه مشاهد غير منطقيه، او لما تيجي تفكر فيها تقول بس مش منطقي الشخصيه دي تتصرف بالطريقه دي هنا. لكن في وسط الفيلم عشان خاطر تعرف توصل لنهايته ممكن تعمل كده في وسط فيلم كوميدي او اكشن كوميدي خفيف عشان خاطر نتبسط. بعديها الحاجات اللي زي دي، انا بعديها. الحاجات اللي ممكن ما اعديهاش او ممكن اتكلم شويه عن السلبيات اللي في الفيلم، ان 90% من الفيلم قايم على الصدف. دي مشكلتي الوحيده، ان الفيلم كله قايم على صدفه هنا ودتنا هنا، صدفه هنا ودتنا هنا، صدفه هنا ودتنا هنا. حتى الصدف في الشخصيات اللي بنقابلها او الصدف في الشخصيات اللي يعني كان في كلمه والله ما فاكر انا سمعتها من مين بيقول لك ان الشخصيه الفلانيه ماشيه في قلب الكوريدور دوت، سمعت مين بيتكلم عليه اللي هو عايز يقتله. طب ما دي صدفه اتحطت عشان خاطر نمشي الاحداث، بس بشوف ان في طرق تانية احسن شويه من الصدف ان احنا نقدم الشخصيات. لكن برضو هاجي اقول في وسط فيلم كوميدي خفيف هتنقص منه شويه لكن مش هتاذيني وانا بتفرج، خلاص عادي صدفه واعديها. وكمان من الحاجات اللي ممكن اقول ايجابيه اللي نسيت اتكلم عليها في الايجابيات، ان هم حطوا بلو تويستات كتير شويتين، لكن ما عرفتش اقفشهم كلهم. سلبيات ان هي كتير، الايجابيات ان انا ما عرفتش اقفش كل البلو تويست اللي حصلت، عشان مش هتفزلك واجي اقول ان انا عرفت كل البلو تويست اللي كانت محطوطه في الفيلم. لا يعني ممكن مثلا اكون قفشت اتنين، وفي اتنين انا ما كنتش متخيل خالص او ما كنتش شايفهم جايين بصراحه، عشان ما كنتش متخيل اصلا ان في حد يحط كميه البلو تويستات ديت في نهايه الفيلم. حلوه ولذيذه برضو، وفي ظهور شرفي اخير في الفيلم حلو جدا ومختلف. على ما اعتقد ان الناس ممكن تتبسط بيه، ولو بقى في جزء تاني للفيلم دوت ممكن يبقى احسن كتير من الجزء الاولاني دوت في وجهة نظري انا. فانا شايف ان الفيلم دوت بجد فيلم حلو جدا. ولو هنقارنه احمد واحمد يتفوق شوية عليه في فكرة ان هو ما عندوش حتة الصدف الكتير، ما عندوش حتة البلو تويست اللي هي ممكن مثلا تخليك اللي هو تقول هم عملوا كده عشان خاطر الفيلم يمشي. احمد واحمد كان فيلم ماشي طبيعي خالص، كان فيلم احسن شويه. لكن الاتنين ممكن لو قارنوا ببعض احمد احسن، لكن حلو جدا وسوليد. فيلم الشاطر فيلم جميل، وهو بس ممكن يكون فيه كام شخصيه هي اللي ما علمتش قوي معايا مش اكتر. غير كده الفيلم فعلا حلو، وهيبقى لذيذ مع قعدة صحاب، وهتقضي وقته حلو، او قعدة عيلة كمان. هو فيلم عائلي اكتر منه اي حاجة تانية. فانا هدي الفيلم 7/10، نفس ما اديت فيلم احمد واحمد، عشان الاتنين فعلا قريبين لبعض جدا. لو ده هيتفوق عن ده في الحاجة او ده يبقى فيه تفوق عن ده في حاجة عادي يعني. بس نفسي نخرج بقى من حتة الاكشن كوميدي دي، يعني نشوف حاجة تانية، يعني نشوف افلام، انواع افلام تانية في السينما المصرية. انا نفسي اشوف افلام تانية. يعني انا لسه شايف فيلم اف 1 بجد، ليه ما نعملش حاجه زي دي؟ وعادي، ما الناس كلها بتنحت والناس كلها بتسرق، ومش بعيد اصلا الافلام دي كلها ما هي طالعه من افلام اجنبي، وما فيش مشكله احنا بنعملها وبنحط طبعنا المصري جواها. ليه ما نعملش فيلم مثلا زي اف 1 ده، ولا فيلم مثلا زي انترستيلر، ولا الافلام مش قوي كده مش للدرجه دي يعني. لا بس بجد، ليه ما نعملش فيلم مختلف عن الافلام اللي احنا متعودين عليها، او اللي هو شايفينها اللي هي سهله ممكن نعملها؟ مش عارف، حاسس ان احنا ممكن نخرج بره الجزئيه دي شويه، وناخد مثلا قدامنا تجربة حصلت بالفعل مع توت فيليبس، اللي كان جاي من سلسلة أفلام كوميدية ذا هانج اوفر، وبعد كده راح عمل فيلم الجوكر اللي هو فيلم درامي بحت. ليه مثلا مخرج زي معتز التوني أو أحمد الجندي هنا ما ياخدوش اللفة دي، وياخدوا تغيير التون، ويبداوا يعملوا افلام مختلفه عن اللي هم متعودين عليه؟ انا شايف ان هم ممكن يطلعوا حاجه جامده جدا، عشان هم بالفعل مخرجين حلوين ومخرجين جامدين. فاتمنى اشوف حاجه مختلفه في السينما المصريه. اللي موجود مش وحش، وعلى الاقل احسن من الافلام اللي كانت بتطلع 2000 و 2006 و2007 وحاجات المهرجانات الغريبه اللي احنا كنا بنشوفها، وان نجيب لك مثلا مغنيين عشان يعملوا افلام ويجيبوا فلوس وكده. والافلام اللي هي الهابطه اللي بتطلع مع احمد كمال في افلام اللي هي اوسخ 10 افلام في تاريخ مصر دي. كفايه الافلام دي، الحمد لله اللي احنا بطلنا نعملهم بقالنا فتره، ولو بيتعملوا مش هنشوفهم. فخلاص يعني شكلهم مثلا غسيل اموال ولا حاجه، انا مش عارف دول بيتعملوا ازاي. بس ناخد حقبه جديده
نطلع افلام مختلفه. احنا عندنا بالفعل البحث عن مخرج للسيد رامبو، ده كان فيلم حلو وفيلم درامي جميل. نكمل على ده، مش لازم إن الافلام الدراميه لازم بس افلام مهرجانات وتروح مهرجان ده سان دانس ده يعني مهرجان كان ده، لا لا مش شرط. يعني عايزين افلام تنزل سينما ونتفرج عليها ونتبسط، مش بس بيتعمل عشان خاطر المهرجان. هي دي وجهة نظري يعني. بس كده، سلام.